ازيكم يا حلوين؟ النهارده وصفتنا سهله. هنعمل مع بعض العدس بجبه، والعدس بجبه مغذي وحلو جدا. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه خالص. مش هياخد معانا وقت. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. وهنا العدس بجبه انا نقيته كويس، وبعدين هاخده اغسله برضو كذا مره لحد ما ينضف. هجيب حله احطها على النار واحط فيها شويه زيت وبصله مفرومه، واشوحها كويس واحط شوية فلفل وشوية ملح، وبعدين انزل عليها بمعلقة كبيرة توم مفروم، واقلبهم كويس مع بعض لحد ما يتشوحوا ويبقى لونهم ذهبي. واول ما البصلة والثوم تاخد لون اصفر فاتح، اكون غسلت العدس وصفيته كويس واحط على البصلة، وبعدين اشوحهم لمدة 5 دقايق كده مع بعض على النار كده، وافضل اشوح فيهم 5 دقايق بالظبط، وبعد كده اضيف لهم المية والتوابل. هضيف بقى مرقة خضروات واضيف مية مغلية، وبعدين هجيب طماطماية بالسكينة كده، انغزها كده بالسكينة، اعمل فيها فتحات عشان تنزل المية اللي فيها. لو مش حابين الخطوة دي ممكن تعصروا الطماطماية وتضيفوها عصير طماطم، وهجيب جزراية كمان احطها معاهم. وبعد ما يغلي هيطلع ريمة كده، لازم نشيلها وننضفه كويس. هشيل كل الوش اللي عليه ده، وبكده اسيبه بقى يغلي لحد ما يستوي. وكده استوى معانا بقى بالشكل الحلو ده، ما بياخدش وقت، هو ما بتكملش نص ساعة بالظبط على النار وبيكون مستوي. وبكده نكون خلصنا طبق العدس بتاعنا. بجد طعمه بيبقى لذيذ وحلو. ناكل بعيش بقى، ناكل جنبه بطاطس، ومعانا مخلل خيار ومخلل زيتون، والمخللات دي معمولة معانا في القناة. ابحثوا عن الفيديوهات هتلاقوها موجودة. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي.